السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 حبايب قلبي. بصوا يا حبايب قلبي، الفيديو ده برضو قديم قبل رمضان. الكلام ده كان الساعة 4 الفجر. كان جوزي مسافر، قلت اعمل له حاجة ياخدها معاه وهو ماشي، يعني يفطر بيها الصبح. بصوا يا حبايب قلبي، جبنة موتزاريلا، جبنة رومي، جبنة شيدر. لفة جلاش جاية هدية على الجبن، فما كانش افضل حاجة بس مش هرميها. سمنة بلدي، انا كنت محوشة اللبن، الوش بتاع اللبن وسيحتها. جبت صينية طبعا وهدهنها زيت واحط فيها ايه الجلاش. طبعا هنشوف مع بعض هنعمل ايه. جربوها يا حبايبي، صدقوني جميلة جدا، مش هتندموا. حلوة وموفرة. ممكن يعني بجبنة رومي بس، ممكن بجبنة رومي وحتتين زيتون. مثلا ما عندكوش جبنة رومي، ممكن تتعمل ممكن نحط فيها بسطرمة برضو. اي جبن انت بتحبيها، مش هتقولك لا. ممكن جبنة قريش، لو الناس اللي بتحب الجبنة القريش بيبقى حلو اوي في الجبنة القريش. انا بحب الجلاش بكل حاجة، حتى لو فاضي انا ما بحبوش بالمكسرات. انا بحب اعمل الجلاش كده واكله، اعمل عليه عسل واكله بس من غير حاجة. لكن اللي انا اعمل مكسرات في الجلاش وكده، لا انا مش باكل مكسرات. هي اساسا مضرة للمعدة تقريبا، فانا ممنوعة منها، اللهم لك الحمد، يعني لا انا ممنوعة منها. بصوا حبايب قلبي، انا كده حطيت الجلاش، هحط عليه السمنة وهحط الجبن. بصوا يا حبايب قلبي، معلش التصوير، انا عارفة ان التصوير مش افضل حاجة، بس معلش لغاية ما الدنيا تتظبط واجيب تليفون. حطيت الجبن، هعمل الرقة التانية وبعد كده هخرط الجلاش. ليه؟ عشان انت ملياه جبن كده هو بيبقى حلو، الجبن بتسيح. بس في حتة انا مش حاطة فيها جبنة، لان انا بحب اكلها من غير الجبنة. عامة انا بحب الجلاش كده من غير اي حاجة، بيبقى ليه طعم حلو. وهحط طبعا الرصة اللي اعرفه، حتى لو هو مقطع كله هيلم في بعضه، كله هيبقى سوا واحد، يعني محدش يقلق من الجلاش، كله يبقى سوا واحد دلوقتي عادي، مفيش اي مشكلة. وهقطعه وهأكله. ممكن تعملوا الأكلة دي في الفطار على شوية عصير، أو في السحور، هو يعني جبن. ممكن نبدله بلحمة. أنا في بإذن الله، بإذن الله مش عارفة أعمله إمتى، بس هصور معاكم يوم الفيديو ده، هصور معاكم بإذن الله. أنا ما صورتش خالص خالص في رمضان، بس هصور معاكم بإذن الله، لو ليه عمر وأجل هصور. بصوا يا حبايب قلبي، انا كنت بقطعها، شايفين انا عامله ايه؟ ماسكه السكينه، يعني بصوا برقه ازاي، وماسكه سنده، لان الجلاش اللي انتوا عارفين الحاجه اللي بتيجي هديه ما بتبقاش حلوه، مش بتبقى افضل حاجه. بس مش هرميه، حاجه غاليه طبعا، حاجه غاليه جدا. وهقطعه، وهقوم ايه، جايبه البوله فيها بيكنج باودر، وفيها نشا، واحط عليها لبن سخن وهقلبه. انا كنت بظبط ازاي، وهقلبه وهسقيه. تعالوا بقى وهو بيسقي، بس كده الجلاش، نتكلم مع بعض كلمتين، لان انا زعلانه ولازم هتكلمهم. صلى على النبي يا جماعه، عليه الصلاه والسلام. انا بتفرج للناس بما يرضي الله. اول ما بصحى من النوم بمسك تليفوني اشوف مين اللي منزل الفيديو، اتفرج له واسيب له كومنت، او اسيب شهادتي بما يرضي الله، وبسيب كم كومنت مش كومنت واحد. وبعد كده بقى بخش على الفيديو اللي بعده ونفس الكلام، وبتفرج على الفيديو بما يرضي الله، وبخطش اعلان. اقول ربنا شايفني، هما مش شايفين، ربنا شايفني. وضميري بيأنبني اقول ايه، ما ممكن واحدة فيهم تبقى عاملة تخطلي الاعلان او ما تشاهدليش مشاهدة كاملة. حبايب قلبي، انا مش عايزاكم تشاهدوا مشاهدة كاملة، بس شاهدوا بما يرضي الله، لو حتى 3 دقايق، ومحدش يخط الاعلان. انا عندي الفيديوهات واقعة جدا، انا عندي الدولارات بتنزل، يعني انا مش عارفة والله العظيم. انا فاتحة القناة اللي مش للعب ولا الهزار، انا فاتحاها اكل عيش.
وانا عارفه ان كلنا فاتحين اكل عيش وكلنا شاطرين وبنعرف نعمل كل حاجه، بس بنقول حاجه تساعد. والتصوير متعب جدا، انا بعمل الحاجه في 3 ساعات مش في ساعه واحده، مش هكذب عليكم. وبصوا انا مش عارفه هعمل معاكم روتين رمضان ولا لا، انا مش عارفه والله العظيم. بس حتى انا اتقفلت من ان انا انزل فيديوهات، بس انا فاتحاها برضو اكل عيش. قلت لا استمر واشتغل. واستاذ بلال الله يرزقه بيقول له قناتك حلوه يا جنى واشتغلي. ليه اللي احنا نزعل بعض، او ليه اللي واحده تخش الفيديو واروح ابص في المشاهدات واقعه جدا ليه؟ وما بيحطوش اللايكات كمان. انا بعامل ربنا. وهقول لكم على حاجه يا جماعه، انا اللي هيشاهد لي هشاهد له من عينيا الاتنين. اللي مش هيشاهد لي انا ما عدتش هخش له. إيه انا بشاهد اقول لله. بس برضو انا قناتي برضو شغاله عليها عشان اكل عيش، مش عشان انا جايه العب. والله المستعان. اكلمكم بقى سواء. انا هتكلم معاكم في الموضوع ده، بس اقول لكم حاجه على الصينيه. الصينيه كانت تحفه جدا، بصوا الجبنه بتبوظ ازاي. حلوه قوي، جربوه مش هتندموا. وبصوا يا حبايب قلبي، زي ما في الحلو في الوحش. و يعني انا قابلت احلى حاجه في حياتي. شكرا من قلبي يا مسامح. فاشله كانت بتقولي على اللي انت كنت بتنزلي لي كل يوم فيديو في اللايف بتاعك. شكرا لأي حد نزل لي منتدى. ما تحرمش منك يا ام سامح. يعني انت كنت بتدعمي قناتي وانا مش موجودة فيها، وفعلا القناة يعني اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. يعني ما وقعتش، انا كنت خايفة لو القناة تقع، انت ما سبتنيش، ومحمد ما كانش بينزل فيديوهات عشان كان لاقي اللي ساندنا، اللي هو انت بعد ربنا واستاذ بلال. يا استاذ بلال ربنا يخلي لك ولادك، وشكرا من قلبي. شكرا يا ابو سامح، شكرا يا فاشله، شكرا يا ست نكهات، شكرا مريم قصص، شكرا ام رزان. انا مش عايزه انسى حد، بس كل اللي نزل لي منتدى على راسي من فوق. شكرا يا ابو سامح على اللي انت بتدعمنا بجد. ربنا يخلي لك ولادك يا رب، ما تتحرم منهم ابدا. كلمه شكر يا استاذ بلال قليله عليك جدا على اللي انت بتعمله معانا. ما تحرمش منكم ابدا ابدا. طبعا شكرا لاي حد يا جماعه بيساعد حد. بصوا ده الحته اللي انا سبتها من غير جبنه. شكرا على اي حد بيساعد حد. يعني جبر الخواطر على الله، على رأي أستاذ بلال بيقولها. وشكرا لأي حد ساعدني في القناة، أنا مش نكرت جميل ولا أي حاجة من دي. بصوا يا حبايب قلب منظر الجلاش. بصوا انا كنت عامله عصير الفراوله ده ازاي. كنت حاطه كوبايه زبادي وحاطه فراوله وحاطه شويه سكر وخلطه. انا بحب الحاجات بالزبادي، لان انا كرهت الزبادي ما عدتش بحبها كده، فبدخلها في عصير. انا بشرب الرايب عادي، فبدخله بالزبادي في عصير بتبقى حلوه. حبايب قلبي ما تنسونوش في لايك وشير وكومنت حلو وفعلوا الجرس. مع السلامه.